يعني كان مشهور جدا باللبس بتاعه الغريب المشجر وساعات المقلم. كان عنده كده بيرسونا او حاجة يعني خاصة بيه جدا. توفى صغير ولكن انت ما تعرفش حاجة عن زين العشماوي لكن انت ما تعرفش حاجة عن زين العشماوي تقريبا، لان المعلومات عنه شحيحة قوي، ويعني ما طلعش في لقاءات ولا يعني اي معلومات ممكن تعرفها عن حياته الشخصية. متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك. زين العشماوي اتولد في دمياط 8 مايو 1934. هو دارس اصلا برضه في المعهد العالي للفنون المسرحية، واشتغل مع فرقة اسماعيل ياسين في الاول، وبعدين فرقة يوسف وهبي اللي كانت لسه مستمرة بعد ظهور حتى اسماعيل ياسين. اشتغل في مسرحيات كتير، واتجوز مطربة مشهورة جدا زي ما قلنا اللي هي الفنانة حورية حسن. انفصلوا عن بعض في السنوات الاخرانية من حياتهم، ده بعد ما عاشوا مع بعض فترة كبيرة. اشتهر طبعا زين العشماوي بأدوار الشر في السينما المصرية، ويقال برضو انه هو اساسا من دمياط، لكن هو اتولد في حي السيدة زينب، واصول العيلة طبعا تعود لدمياط. اتعلم الالقاء والتمثيل على ايد مين؟ على ايد ممثل كبير جدا اسمه عدل كاسب، عملنا حلقة كاملة عنه قبل كده. دخل كلية تجارة برضو، وبعد التجارة زي ما قلنا المعهد العالي للفنون المسرحية. بعد ما اشتغل طبعا في فرقة اسماعيل ياسين زي ما قلنا، سافر فترة اشتغل في ليبيا، بعدين سافر لانجلترا واللبنان، ورجع لمصر تاني سنة 74. ويشتغل في المسرح على طول مسرحية اسمها تمر حنة امام المطربة الجزائرية مين؟ وردة. اللي انت متعرفوش برضو عن زين العشماوي انه اخرج مسرحيات، يعني اخرج اكتر من مسرحية، من بينها مثلا تمن الحرية ومسرحية المغفلين الثلاثة. والافلام اللي اشترك فيها كممثل اشهرها كان اللص والكلاب، الراهبة، صاحب الجلالة، ادهم الشرقاوي، جريمة في الحي الهادي، وعمل فيه دور جاسوس حتى. اشهر المسلسلات اللي اشتغل فيها كان اوراق الورد، واولادي، وانا وانت وبابا في المشمش بتاع حسن عابدين. واللي ما يعرفش حورية حسن اللي هو كان متجوزها طبعا من حب فيك يا جاري، لا يعرفوا الجيران، فاكرينها؟ اللي هي كانت بتغني وكل الجيران اصلا طالعين من الشبابيك بيسمعوا الاغنيه. هي دي المطربه حورية حسن، وكان وقتها حتى بيسموها المطربه الطائره من كتر ما كانت بتحيي حفلات في الدول العربيه وبتطير على طول وبتسافر. ليه بنت واحده منها اسمها حنان، حاليا هي بتعيش في لندن، هاجرت مع جوزها وعاشوا هناك. من الهوايات الجميله جدا لزين العشماوي اللي كان بيحبها قوي هي لعبه التنس وكره السله، وكان بيشجع نادي الزمالك حتى في الكوره. زين العشماوي ليه عدد كبير جدا من الاشقاء والشقيقات، منهم اللي اشتغل في مجالات ليها علاقه بالمجال الفني برضه، يعني هناء العشماوي احترفت العزف على آلة الكلارنت. رضا العشماوي درس في المعهد العالي للباليه. اما اخر اعمال زين العشماوي كانت سنة 1990 في فيلم اسمه حالة مراهقة، وده كان بطولة فؤاد المهندس ومحمد صبحي واشرف سيف والفنان محمد ابو العينين والفنان عايدة رياض. طبعا مش عارف انت شفت الفيلم ده ولا لا، لكن انا جبت لك البوستر بتاعه في حلقة افيشات افلام، هتلاقيها في قائمة تشغيل افيشات افلام. كانت وفاة بقى الفنان زين العشماوي هادئة جدا، فبعد فترة من الصراع مع المرض اتوفى زين العشماوي أثر أزمة قلبية حادة أودت بحياته في 23 من إبريل سنة 1991. كان وقتها عمره 56 سنة. الله يرحمه. متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك. في وصف الفيديو هتلاقي قائمة باسم فنان منسي، هتلاقي فيها كل السير الذاتية للفنانين المنسيين اللي اتكلمنا عنهم قبل كده، وكل المحتوى بتاعنا على السوشيال ميديا. وانتظرنا الحلقة الجاية.